في هذا العالم بعض القصص كتبدا ببساطة، ولكنها كتنتهي بأكثر الطرق أنصع ولا هما. في المغرب من الحديد من مدينة مكناس بالضبط فرجت طبيب متقاعد اسمه بوكر في رحلة بدت عادية لكنها تحولت إلى كابوس لا ينسى. تابعوا معنا تفاصيل اختفاء هز مواقع التواصل الاجتماعي وقصة حيرة الجانين من مكناس إلى فبات، نهاية مأساوية وقلوب محطمة. كان دكتور مبكر طبيب متقاعد معروف في مكناس، سيرته قريبة وأخلاقه العالية، رجل خدم الناس في صمت وتواضع وعاش حياة بسيطة وكريمة. يوم إتميب خرج في رحلة عبر قريباي من مدينة مكناس شي جهة من شمال المملكة وبالضبط مدينة ماتي. هذه الرحلة كانت رحلة عابية والغرض منها كان هو زيارة وتغيير جو أو ربما راحة بسيطة من تعب الأيام، لكنه لم يصل أبدا. والهاتف انطفأ واتصالات المقاطعات والعائلة بدأت تشعر بخوف عليه. واش توضر، واش نطر عليه، ياك ما مرض، ياك ما تصاب شي وعكة صحية. هذه كلها تساؤلات كانت كطرح في بالي. مسود بوكا كان كيعاني من مرض السكري. أبنائه يمقض نداءات تبعته في مواقع التواصل ولا حد تصور ديالو، ومكناس كلها كانت كترقب خبر باش يطمئنوا عليه جميعا. مرت أيام وأمان الناس كيكبر، لكن في واحد النهار ديال السبت جا الخبر الصادم. بعد 4 أيام الخسيسة ديالو تملات على جثة رجل مسن مرمية بجانب السكة في قطار مدينة سطات. كانت الجثة هامدة والشرطات تأكدت أنها كتعود للدكتور بوكر. العائلة ثمات خبر صدمات والأصدقاء ديالو تاهما ما تيقوش في الخبر. كيف لرجل يركب قطار أن ينتهي به المطاف جثة إذا في مكان بعيد على الوجهة اللي كانوا عليها؟ فيما يخص التحقيقات السلطات المغربية فتحت تحقيق رسمي. تم الأمر بتشريح جثة، لكن لحد الآن لم تعلن النتيجة النهائية. هل سقط من القطار؟ واش تعرض لأزمة صحية مفاجئة؟ ولا هنالك ما هو أخطر من ذلك؟ ولماذا سطات وهي ليست ملامح رحلتي؟ أسئلة كثيرة بلا أجوبة. الدكتور منعم لم يكن مجرد اسم، بل هو كان إنسان، أبا وطبيبا خدم الناس في صمت وفي كرم. رحل في هدوء وترك وراءه ألغازا وأسئلة كثيرة. ربما لا نعرف أبدا ما الذي حدث في تلك الساعة الأخيرة، لكن ما نعرفه هو أنه فقدناه وترك جرحا في قلوب كل من عرفه. رحمه الله وألهم أسرته في الثور، ونتمنى أن تظهر الحقيقة ولو بعد حين. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا بغيتوا فيديوهات أكثر على هذه المواضيع ولا هذه القصص ما تنساوش تخلوه في كومنتير، وما تنساوش اشتراك القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى حلقة